زمان الست كانت زي اللؤلؤة جوه المحارة، نادرة، محمية، محدش يشوفها إلا في نطاق الأسرة والجيران. الراجل كان بيخبط على الباب يستأذن ويتعب علشان يوصل ليها. كانت الست مطلوبة والرجالة بتتسابق علشان تفوز بيها. بس دلوقتي الوضع اختلف. الست خرجت للشغل، بقت موجودة في كل حتة، في المكتب، في الكافيه، في الجيم، في الشارع، بقت قريبة، متاحة، مش حاجة صعبة المنال زي زمان. الرجالة ما بقتش تحس إنها محتاجة تسعى وراها، لأنها بقت حوالينا طول الوقت. والمفاجأة، بعد ما كانت الست محتجبة غامضة، بقت هي اللي بتعرض نفسها، بتتصور، بتنزل صورها، بتدور على الاهتمام، بتدخل مسابقات مين أجمل، مين أشيك، مين عندها أكتر متابعين. ومش بس كده، زمان الراجل كان بيتحايل عليها ويقدم المهر والشبكة. دلوقتي بقت هي اللي بتجري ورا معايير الجمال، بتعمل عمليات تجميل، بتنفخ شفايف، تشد وشها، تنحت جسمها، مش عشان نفسها، لا، عشان تفضل في المنافسة. والنتيجة، الرجالة ما بقتش مستعجلة على الجواز، وما بقوش بيتسابقوا علشان يفوزوا بالستات زي زمان. ولو بصينا لقانون السوق، أي حاجة لما تبقى متاحة بزيادة الطلب عليها بيقل. زمان الست كانت مطلوبة، دلوقتي بقت طالبة. فهل ده معناه ان الستات فقدوا قيمتهم؟ بالطبع لا. بس التحدي دلوقتي هو ازاي نرجع نعرف نعلي من قيمة العلاقات الحقيقية، بعيد عن السوشيال ميديا والمنافسات الوهمية. لو ليك او ليك رأي تاني تقدر تقولي في الكومنتات وانا هرد عليك.